جولة في العاصمة الإدارية الجديدة. احنا كده في أول العاصمة الإدارية. أول لما نعدي البوابات بنلاقي البنزينة، بنعديها على طول بنلاقي ده مول بيراميدز، أكبر ميجا مول دلوقتي في العاصمة الإدارية على مدخل العاصمة الإدارية. بنتكلم في 150 فدان. طول ما احنا ماشيين ورايحين ناحية الأبراج، وهنا على شمالنا بيكون النهر الأخضر، بيفضل على يمنا الإنشاءات بتاعة شركة بيراميدز. ده من أكبر المولات في العاصمة الإدارية، وبرضه شركة بيراميدز من أكبر الشركات في العاصمة الإدارية، وعندها البيمنت بلان اللي العملاء كلها بتحبها، اللي هو العائد على المقدم والإيجار الإلزامي. من أول الشركات اللي بدأت في العاصمة الإدارية فكرة العائد وفكرة الاستثمار مع الشركات التطوير العقاري اللي موجودة في العاصمة. طبعا ده كده النهر الأخضر أهو في نص العاصمة الإدارية بطولها، بيكون مكمل معانا بطول العاصمة الإدارية. ده كده البرج الأيقوني ومنطقة الأعمال المركزية. طول ما احنا ماشيين بنلاقي على يمنا عمارات، دي بتكون من اول على الشمال هنا بنلاقي منطقه الار 1 و2 و3 تمام، ويجي على يميننا منطقه الار 4 و5 و6 على اليمين. يعني مثلا دي هنلاقيها منطقه الار 5، دي من الاماكن اللي خلاص اتبنت بالكامل دلوقتي في العاصمه الاداريه، وبنقول عليها نيو جاردن سيتي. دلوقتي فيها طرح بيع بمقدم وقسط واستلام فوري من شركه سيتي ايدج. سيتي ايدج طبعا الشركه اللي عامله كومباوند المقصد، طبعا ده من افضل الكومباوند الاستلام فوري في العاصمه الاداريه. كده احنا قربنا من البرج الايقوني والنهر الاخضر. طبعا دي الانشاءات اهي. في هنا طبعا بقى شقق استلام فوري. طبعا جوه بيكون في مولات، بيكون في مدارس انترناشونال. طبعا دي منطقه الار 5. الار 3 دلوقتي حاليا اللي هي فيها كومباوند المقصد قدام المدينه الرياضيه ومحور الامل وفي ظهر البرج الايقوني هنا كده تمام. المنطقه دي حاليا ساكنه بالفعل، يعني احنا لو نزلنا بصينا في منطقه الار 3 هي منطقه ساكنه بالفعل دلوقتي. يعني هنلاقي الفيلل ساكنه، هنلاقي العمارات ساكنه. طبعا بدأ نسبة إشغال كبيرة بعد ما بدأنا تشغيل الحي الحكومي والحي المالي. طبعا احنا دلوقتي رايحين منطقة الار 3 بالأخص، اللي في ظهر البرج الأيقوني هنتفرج عليها. نبص بصة سريعة برضو هناك. طبعا ده كده شريط الأبراج. البرج الأيقوني خلصان بالفعل واتسلم. دي منطقة الار 5. طبعا منطقة الار 5 هي من الاماكن في العاصمة الادارية اللي هي اي حد يقدر يدخل العماير دي، غير منطقة الار 7. الار 7 الحي السكن السابع ده بيكون كله كومباوند، كله تخصيص كومباوند. يعني مفيش مثلا تلاقي عمارات سبرت في الخارجيه كده في منطقه الار 7، لا انت بتشتري جوه كومباوند مقدم وقسط. طبعا بيكون عندك كل الخدمات بتاعتك جوه الكومباوند بتاعك. طبعا الكومباوند بيكون ليه ستريب مول خاص بيه، لكن هنا انت العمارات، وجوه بقى منطقه العمارات بيبقى فيه جزء منطقه خدمات تمام. ده كده احنا داخلين على الار 3، بس هنلف من تحت ندخل طبعا محور الامل. محور الامل ده من افضل المحاور اللي موجوده في العاصمه الاداريه. ده لو عميل بيفكر في استثمار تجاري اداري طبي، طبعا دي من اول الاماكن برضو اللي هتشتغل في اللي هي منطقه الام يو 23. منطقه الام يو 23 طبعا دي من اول الاماكن اللي طرح فيها بيع في العاصمه الاداريه. كده احنا خلاص اللي قدامنا دي بقى دي منطقة الار 6. طبعا الار 6 لسه ما اتطرحش فيها اي بيع نهائي. هي دي منطقة الار 5 بس اللي اتطرح فيها اللي هي نيو جاردن سيتي. طبعا لو دخلتوا عندي على الشانل هتلاقوا الفيديو
الفيديوهات بتاعتي في شقق منزلها لنيو جاردن سيتي. شكل العمارات. طبعا احنا شايفين اليافطة في هنا المدينة الرياضية، قصدي رايحين المدينة الرياضية، ولو كملنا على طول هنروح على المدينة الطبية. طبعا دي اللي موجودة قدام الار 7 على طول جنب الاكسبو سيتي ارض المعارض. طبعا ده البرج الايقوني اهو، منطقة العملية المركزية خلصان بالفعل. طبعا برضو هنلاقي في هنا المساجد اللي موجودة دي، طبعا في الشهداء 1 الشهداء 2 الشهداء 3. احنا كده طبعا نزلنا من محور بن زايد اللي هو كان فوق ده محور بن زايد الجنوبي، لفينا ونزلنا كده هنطلع على محور الامل. محور الامل ده من المحاور الرئيسية اللي بتجيبنا من طريق السويس مرورا بمدينتي وكومباوند سراي ومستقبل سيتي، وبتدخل على منطقة الار 3 والار 2. فعشان كده احنا بنقول هو من افضل المحاور. طبعا المحور ده مكمل معانا، بيمر بمحور بن زايد الشمالي ويعدي في النهر الاخضر. يعني ده كده النهر الاخضر اهو على يميننا اهو النهر الاخضر عند البرج الايقوني اهو تحت اهو، وعلى شمالنا اهو كده النهر الاخضر اهو. طبعا هو ده كده محور الامل، بيفضل يمر لحد ما يوصل لطريق السخنه. فمحور الامل رابط ما بين طريق السخنه وطريق السويس مرورا بمحور بن زايد الجنوبي والشمالي. عشان كده احنا بنقول عليه ان هو من افضل المحاور اللي موجوده في العاصمه الاداريه كاستثمار بقى. طبعا في مولات هناك خلاص شغاله بالفعل وهوريها لكم دلوقتي. في محلات شغاله زي المول بتاع شركه الناصر، شركه بايونير مأجره دلوقتي المكاتب. ده كده البرج الايقوني ومنطقه العمل المركزيه. كده طبعا النفق ده احنا كده فوقينا محور بن زايد الشمالي. اول لما نطلع من هنا كده في وشنا ده كده منطقه الام يو 23 اللي هو محور الامل. يعني مثلا المول اللي في وشنا ده، المول ده بتاع شركه دهب اللي هو اي تي سي. في عندنا هنا البروك في الوش اهو، ده في نص محور الامل كده اهو. ده البرج الايقوني. المنطقه اللي فيها الانشاءات ده مثلا ده امازون لسه بتبني. عندنا ده انفينيتي تاور تمام، دي في منطقه الام يو 7 اللي هي منطقه السي بي دي اللي هي الحته دي اللي قدام البرج الايقوني. دي كده في وشنا بقى منطقه الار 3. منطقه الار 3 ده كده يا جماعه محور الامل. على شمالنا طبعا بقى المولات كلها، وعلى يميننا ده كده ده مول متسلم في حاجات استلامات دلوقتي. ده مول لوكيشن. ده مول زووج، ده من المولات اللي هي اول طرح في العاصمه الاداريه كانت بتقول لك ان هي بتأجر المحل البراند. هنا ده زها بارك، ده بتاع شركه هوم تاون تمام. زها بارك برضو من افضل المولات اللي موجوده في محور الامل. هنخش بقى على منطقه قصدي محور الميدان بتاع محور الامل، هنلاقي عليه طبعا افضل مولين موجودين بتاعه شركه بيراميدز اللي هو باريس مول اهو. طبعا ده عائد على المقدم وتفويض بالايجار، المحلات خلاص كلها قربت تشتغل. وفي عندنا هنا ده شركه ده باريس ايست تمام. وده المول اللي انا
بقول لكم عليه يا جماعه شغال دلوقتي، اللي هو بتاع شركه الناصر. شغال. ده شركة بايونير، ده برضو شغال. لو شفتوا العربيات اللي راكنة، ده العربيات دي الراكنة بتاعة المكاتب اللي متأجرة. كده احنا وصلنا لآخر حتة في محور الأمل وقدام المدينة الرياضية. لو كملنا على طول هنروح على مدينتي والمستقبل سيتي وطريق السويس. حتى شوفوا البوابات هناك اهي، دي اللي بتطلعنا على طريق السويس. كده احنا رايحين على المدينة الرياضية ومنطقة الار 3 وكومباوند المقصد، الفيلل والعمارات. وهنرجع لكم بفيديو تاني ان شاء الله.